هو غسيل السجاد هنا بكام يا استاذ ابراهيم؟ خلاص خلصنا من غسيل السجاد بقى. احنا طبعا المطره شغالين في غسيل العربيات. بس لسه شغال في غسيل لا السجاد. هو لا غسيل السجاد وقف خلاص، لان احنا يومين طينه النهارده. فاحنا شغالين ايه، تعالوا معانا كده. هنروح معاه نصور الدنيا. طبعا كان اليومين اللي فاتوا مطره فالعربيات بتغسل كلها. دي المغسله. طبعا كنا صورنا قبل كده فيها غسيل سجاد وما زال موجود غسيل سجاد، بس دلوقتي عشان المطره فالكل بيغسل عربياته. واستاذ ابراهيم بيشتغل كمان بنفسه، وادي برضه غسيل السجاد اهو. احنا وقفنا السجاد، شغالين دلوقتي ميكروباصات بقى. اه غسيل كل دي طينة تتغسل عشان اليومين اللي فاتوا. وادي اهو عربية كمان بتتغسل. الباص ده بيتغسل ولا ايه؟ اه ده خلص ده ده بيشطب اهو. ده خلاص بيشطب، بس الباص ده الراجل زعلان بيتغسل. مننا جدا. ليه زعلان؟ زعلان عشان الدنيا زحمه، والمفروض ان هم كانوا يعملوا العربيه من جوه كويس وما عملوهاش. وهو زعلان. لا نراضيه، هو فين؟ هاتي فوت هديه بقى من جوه. عادي نديله فواحات، نديله فواحة. عم وليد. طبعا كان الحاج وليد زعلان عشان في الزحمة بتاعت غسيل العربيات، بس احنا هنراضيه. عشان انت بس زعلان عشان الزحمة. انا ما اقدرش ازعل والله. بجد. لا ما اقدرش ازعل من اي حاجه. ايه رأيك؟ الاستاذ ابراهيم حبيبنا يعني ما نقدرش نتكلم فيه. ايه رأيك في بنزينة بترومين زي 100 ما حاجة؟ حضرتك شايفه يعني ما فيش كلام، لا تعليق. زعلان؟ لا 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 يزعلني. ماشي. ولا زعلان هضحك. مرضي؟ ما ارضي. تمام. اهم حاجة ان احنا نلاقي الضحكة على وشوش الزباين. دلوقتي معانا وليد هيوزع الفواحات على العربيات فور فري. ازيك يا باشا؟ ايه رأيك في غسيل العربيات؟ ايه رأيك في بنزينة بترومين